السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي وخواتاتي متابعين قناة بلاك وولف، أهلا وسهلا بكم من جديد. اليوم جبت لكم قصة اللي مخيفة جدا جدا ومرعبة وحقيقية على لسان الأصدق أو لسان صاحب القصة. المهم، هذا واحد مول طاكسي. هاد القصة بعدا للتذكير فقط وقعت في فاس. هذا واحد مول طاكسي، آه وقفت عليه مرة وقالت له اديني الوجهة ديال واد فاس، راه بزاف ديال الناس اللي ساكنين في فاس يعرفوا واد فاس. هو ما ترددش، يعني كليانة جات راه خاصو يركبها ويمشي. المهم ركبها، قالت تفضل الشريفة. قلت له قال لها الوجهه فين غاده، وهي دايره النقاب وكلها لابسه الكحل، يعني القطه من وجهها ما كتبانش. صافي ركبها ومشى. تما غادي فاش وصل للوجهه، كتعرفوا ان مانين الطاكسيات فيهم واحد القاعده انهم كيديروا يديهم هكا اللور، يعني كيقلبوا يديهم باش يقبضوا الاجره ديالهم. دار ديك الحركه ولكن ما كيلقى حتى شي واحد. ديك المرة اختفى ليها الأثر كيفاش، وديك السرعة اللي غادي بها الطاكسي، وكيفاش بزاف ديال التساؤلات كيتطرحوا. السيد مول الطاكسي جاتو غيبوبة. سيمانة هو طايح في الفراش، أو أكثر من سيمانة هو طايح في الفراش. ندوه للطبيب، جابولو روقات، بزاف د الحوايج. بقات فيه الخلعة أنه ملقاش المرأة باش يقبض الأجرة ديالو. وانتوما كنبغي نوضع عليكم التساؤل، واش ممكن يكون انس ولا ساحرة او جن؟ يعني بزاف لو بزاف ديال الحوايج اللي وقعوا في هذا الواد فاس، وبزاف د الحوايج اللي عندنا في البلايص مسكونة في واد فاس، ودابا تجي في المستقبل ان شاء الله ونغامر فيهم. المهم السيد من بعد المدة اللي كنقول لكم انه تصدم فيها و وتحية الناس ديال الطاكسيات اللي كيخدموا بالليل، فبزاف د المخاطر كيتوقع لهم. ربي معاهم، ربي معاهم اخويا. طرف د الخبز كنقول لكم صعيب شي شويه. المهم ناض صحة سلام ديك السيد من بعد ديك المدة اللي دوز ديال المرض وديال الصدمة. صافي بدا كيصلي ويعبد الله، وقرر انه يبقى يخدم غير بالنهار، ما بقاش يخدم بالليل. المهم كانت هذه نهاية القصة ديالنا اليوم، وشكرا لكم. كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم، وهذه قصة قصيرة، مازال القصص طوال ان شاء الله باذن الله. فكانت هذه نهاية قصتنا اليوم، وكان معكم اسماعيل من قناة بلاك وولف. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.